يا هلا بمبدعين، معاكم هبة من 33 لون. النهاردة هنكمل باقي تجهيزات سنة 2025 في جزء الجورنالينج. المرة اللي فاتت عملنا فيوتشر لوج. المرة دي ان شاء الله هعمل حاجة اسمها الفرايداي ريتشوال، اللي هي ايه او الروتين اللي انا بعمله يوم الجمعة او الشعائر اللي بعملها يوم الجمعة. يعني في مجموعة عبادات انا اثبتها كل يوم جمعة، فحطيت استيكرات بتمثل العبادات زي سورة قرآن والصلاة على النبي والدعاء. وجبت ورقة مربعات صغيرة اللي هي بتبقى نص ملي، نص سنتي، وبعد كده كتبت عليها كل أيام الجمعة في شهر يناير وفبراير لحد ديسمبر. برضه عملت واحدة تاني زيها بالظبط، بس المرة دي هخليها للسكين كير روتين برضه يوم الجمعة. حبيت أزين بقى الصفحة دي ببنوتات أميرات كده، لأن ده بيبقى الإحساس لما الواحد بيهتم ببشرته وبيعمل روتين خاص بالبشرة في يوم معين، يحس ان هو بقى زي الأميرة. فأنا حطيت عليها كمان ستيكر الأميرات، وهبدأ أزينها بأختام. هحط ختم البنوتة اللي بتاخد هوت بابل باس دي، وهلونها بألوان فلوماستر. طبعا عايزة أقولكم ان الجزء ده كان ممتع جدا وروعة بالنسبة لي. يعني اختام اللي هي البنوتة دي في تعابير مختلفة كنت جايبها من فترة كبيرة، بس بجد نفعتني في حاجات كتير، خصوصا في جزء الجورنالينج، او لما باجي مثلا بعمل ايام الاسبوع وعايزة حاجة تعبر عن وقت معين بستخدمها. وهستخدم برضو ختمات حروف عشان اكتب مثلا ده بتاع الفرايداي روتين او ريتشوال. كمان هكتب ان ده بتاع السكين كير. دايما بحب اميز العناوين اخليها بلون احمر طالما انا هستخدم اختام الحروف اللي هي الصغيرة، فهخليها بلون بارز. انما لو انا هستخدم اختام الحروف اللي هي بيبقى فيها زي تقليمات او تخطيطات، فدي هختمها بالاسود عشان الون جواها زي ما عملت بالظبط في كلمة اكتر جزء الفيوتشر لوج. ممتع بالنسبه لي بقى لكن دي نوع دلوقتي هو جزء اختام حروف التلوين. مختلفة. هستخدم الوان فلوماستر والوان خشب بحيث ايه ايده كحاجه وشيد مختلفه مثلا من نفس اللون، فيعملوا يعني شكل حلو. فهستخدم طبعا الازرق البالانس بتاعت البابل باس، والاحمر للفيونكات، وهحاول اظبط كده واعمل ماتشنج حلو للالوان. حتى الكلمات هلونها لان هي كان جواها فراغات. بعد كده هرسم بقى السكين كير بتاعي، سكين كير روتين، يعني حاجات بسيطة كده. انا طبعا ما بعرفش ارسم يعني بشكل حلو قوي حاجات معينة، بس على قد ما اقدر هعملها زي رسوم كرتونية على الصورة صغيرة كده، والونها برضو والزقها بالترتيب بحيث تدل على الروتين اللي انا فعلا هعمله يوم الجمعة. دايما الحاجة اللي بتبقى بالصور بتبقى اوضح وتثبت اكتر من الكلام. رسمت ماسك، ورسمت ازازة سيروم، ورسمت علبة كريم. طبعا علبة الكريم مش باين انها علبة كريم، بس انا حاسة ان هي علبة كريم. الماسك لونه بالاخضر عشان انا فعلا عندي ماسك لونه اخضر. والسيرم هعمله طبعا بالوان مختلفة، لون الازازة ولون السيرم نفسه. وهبتدي اعمل بقى الوان حاجات مبهجة وفي نفس الوقت حاجات تكون خفيفة هادية تمشي مع الثيم اللي انا هحطها بتاع البنوتة والاميرة. هقص كل حاجة والزقها بشكل عمودي فوق بعض. لما لزقتها جنب بعض حسيت ان شكلها غريب، بس وهي تحت بعض حتى بانت بالترتيب اللي انا هعمل بيه، بقى كان شكلها حلو ومتناسق اكتر. ده شكل الصفحتين اللي عملناهم النهاردة. كتبت قراءة سورة الكهف و100 صلاة على النبي والدعاء. وهنا شكل الكالندر اللي انا حطاها الخاصة بأيام الجمعة فقط للاتنين. هنا الجزء ده انا عملته مش معاكم، بس انا الكاميرا كانت مطفية، فده جزء خاص بالهدايا عيد الميلاد. وان شاء الله المرة الجاية نكمل باقي اجزاء الجورنالينج ونقفل كل حاجة خاصة بسنة 2025 عشان نبدأ بداية جديدة.